لما بتسمع موسيقى حلوة بتقول عليها حلوة، ولما تسمع موسيقى تحرك مشاعرك بتندمج معاها. لكن لما تسمع موسيقى تخليك تروح الفضاء وترجع ثانية واحدة، هو في حاجة كده؟ 3 2 1 0 all engine running. Lift off. We have a lift off. هانس زيمر. ايه الراجل ده؟ هانس زيمر واحد من احسن صناع الموسيقى في العالم، لو ما كانش الاحسن. عمل موسيقى افلام كتير زي سلسله دارك نايت، وسلسله بايرتس اوف ذا كاريبيان، وسلسله افلام توم هانكس، واخرهم كان فيلم ديون. كفايه دول اصلا. قصتها ايه موسيقى انترستيلر اللي كل ما افتح فيديو عن الفضاء الاقي الموسيقى دي؟ تعال احكي لك. نولان راح لهانز وقال له عايزك تعمل لي موسيقى لفيلم جديد. هانز ساعتها كان شغال اصلا على فيلم تاني، بس نولان قال له خد الورقه دي وطلع لي فكره مبدئيه للسكور بتاع الفيلم. هانز بص في الورقه ولقى حوار مكتوب بين اب وابنه. نولان كان كاتبهم في الفيلم مع شويه افكار كده، لكن لا الفيلم عن ايه ولا فكرته ولا اي حاجه خالص. هانز ما فهمش اي حاجه طبعا، لكن كتب فكره مبدئيه عن شكل الموسيقى ممكن تكون عامله ازاي من احساسه كأب وعلاقته بابنه. هانز كتب الموسيقى عن علاقته مع ابنه فعلا. لما لعب هانز الموسيقى اللي كتبها لنولان لقى ان هو ده اللي بيدور عليه، وقعد فهمه الفيلم عن ايه وانه فيلم عن الفضاء. هانز ساعتها اتحمس قوي، بس نولان كالعاده قال له اخترع حاجه من عندك، انا عايز تكون حاجه ما اتعملتش قبل كده. ولان هانز نفس شخصيه نولان فكر مع فريقه انهم هيستخدموا آلة موسيقيه عمرها 100 سنة. فريق هانز راح لكاتدرائية في وسط لندن. الكاتدرائيات زمان كان فيها آلة موسيقية اسمها زي أورجن، أكيد أنت عارف شكلها لأنها بتظهر في أفلام كتير. وقالوا لنولان إحنا عايزين نستخدم الآلة دي، ونولان شاف إنها هتخدم فكرته أكتر كمان، وجابوا الشخص اللي بيعزف على الآلة دي روجر ساير. بص على الراجل ده كويس وافتكره، لأنه هو السبب الرئيسي في عظمة الموسيقى اللي طلعت، ولازم تشوفه وهو بيلعب على الأورجن. عايز أقولك إن آلة الأورجن من أصعب الآلات اللي ممكن تلعب عليها. هتلاقي لينك الفيديو أنا حطهولك تحت. هانس زيمر بجلالة قدره قال إن روجر بالنسبة لهم كان أفضل إنسان قابلوه. ولما ابتدوا يسمعوا روجر وهو بيعزف على الأورجن وعرفوا قدراتها أخدوا الريسك أكتر وأكتر، تحمسوا أكتر في صناعة موسيقى أقوى ووهمية أكتر. نولان وهانز كانوا بيقولوا زي ما يكون نفس طالع مع الموسيقى، وده كان عاجبهم جدا لأن الفيلم في المقام الأول فيلم إنساني، وزي ما قلت في الجزء الأول نولان كان عايز يطلع كل حاجة طبيعية كأن الفيلم حصل فعلا، لدرجة ان هم كمان حطوا حوارات من الفيلم في الباك جراوند للموسيقى. هانز ونولان استخدموا فكرة في الموسيقى على كوكب ميلر. اول ما ابطال الفيلم نزلوا على كوكب ميلر هتبتدي تسمع صوت تكة في الموسيقى، بين كل تكة وتكة ثانية و25 من 100 جزء من الثانية. كل تكة بتعدي بيوم كامل على الأرض عشان يحسسك بحاجة اسمها التايم دايليشن، ودي هنتكلم عليها كمان شوية. نروح بقى على كوكب ميلر. على كوكب ميلر الساعة ب7 سنين على الأرض. هو إيه الموضوع ده؟ تعال بقى وفتح دماغك معايا قوي. لو تعرف أي حاجة عن نظرية النسبية العامة أو الخاصة لأينشتاين هتكون فاهم، لو لأ فأنا هبسط الدنيا على قد ما أقدر. وخلي بالك يا ماو، احنا بنتكلم عن نظرية عملها واحد من أذكى الناس في تاريخ البشرية كلها، فعادي جدا لو ما فهمتش. أينشتاين قال في أول نظرية وهي نظرية النسبية الخاصة، من الآخر كده إن الوقت نسبي مش مطلق. الوقت ريلاتيف. يعني إيه؟ يعني الوقت بالنسبة لك وانت واقف هيكون مختلف بالنسبة لي وانا بتحرك. مثلا انا افترض انك راكب قطر وبيمشي بسرعة كبيرة، وانت قاعد بتبص من الشباك، عديت على محطة فيها ساعة فلمحتها بسرعة كده، هتشوف ايه؟ هتشوف عقرب الثواني بيمشي ببطء، هتلمحه في جزء من الثانية كده، او ممكن تشوف ثانية واحدة مثلا بتعدي. لكن اللي واقف على المحطة وبيبص على الساعة بالنسبة له الوقت بيمشي طبيعي جدا، ثانية في 2 في 3 وهكذا. يبقى ايه؟ يبقى الوقت بالنسبة للي بيتحرك مشي أبطأ نسبيا للي واقف ومش بيتحرك، فسميناها النسبية الخاصة أو Special Theory of Relativity. منطقي جدا. بص أنا بحاول أجيبها لك من تحت خالص أهو. طبعا أينشتاين ما اكتشفهاش كده، لكن أينشتاين لما اكتشف الموضوع قال إن الوقت نسبي، ممكن ينكمش أو يتمدد. يعني إيه؟ يعني ممكن يمشي بسرعة
او ممكن يمشي ببطء، لكن هو كده كده ماشي، بس طبعا بالنسبة لمكان وسرعة الشخص اللي بيتابعه. نسيت اقول لك، كان في عالم اسمه اولي سنة 1676 اكتشف سرعة الضوء اللي هي ملمسة كده في 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة. وجي بعده واحد اسمه جيمس كلارك ماكسويل مكتشف الموجات الكهرومغناطيسية، قال ان الضوء بينتقل في الفضاء عبر موجات، وقال ان سرعته رقم ثابت بالنسبة لأي حد في أي حتة. فايه يعني؟ جه بعده اينشتاين، ولما قعد يفكر في ليلة كده من الليالي في حاجة غلط، يا اما قوانين الحركة بتاعة نيوتن غلط او مش كاملة، يا اما سرعة الضوء مش ثابتة. طب ليه؟ لأن كده قوانين الحركة مش بتطبق على سرعة الضوء، يعني سرعة الضوء استثناء، يبقى يا نيوتن غلط يا سرعة الضوء مش رقم ثابت. عايز أقول لك إن قوانين نيوتن بتاعة الحركة لما جينا نطبقها على كوكب عطارد ما نجحتش، أو على الأجسام السماوية الكبيرة اللي موجودة في الفضاء، لكنها شغالة وكويس جدا على الحاجات اللي بتتحرك اللي موجودة في الأرض. كده قوانين نيوتن للحركة مش يونيفرسال، بمعنى ان مش بتطبق في الكون كله. فاينشتاين قال الاتنين ممكن يكونوا صح مع بعض لو الوقت بيمشي أبطأ، فسماها تايم دايليشن، تأخر الوقت. شفت اينشتاين جابها منين؟ وكمان قال ان الوقت والجاذبية هما شيء واحد، وانهم بعد رابع زيادة على ابعاد الثلاثة اللي احنا عارفينهم، وان الوقت والجاذبية بيأثروا في الفضاء، وتخيلهم كشبكة سماها بعد كده شبكة الزمكان، وان اي جسم في الفضاء ليه كتلة بيأثر على الشبكة دي، وكل ما الجسم كتلته كبيرة وبتأثر على الشبكة دي بتكون جاذبيته أقوى. خلي بالك الشبكة دي وهمية مش موجودة فعلا. بص يا مو، أنا كده بكون لك النسبية العامة واحدة واحدة وبالتدريج كده. أينشتاين قال كمان إن كل ما الجسم جاذبيته تكون كبيرة وتأثيره على شبكة الزمكان دي تكون أكبر، كل ما يبقى إيه بقى؟ كل ما الوقت يمر أبطأ عن الوقت اللي موجود في أي جسم جاذبيته أقل من الجسم اللي جاذبيته أعلى. تاني جاذبية كبيرة الوقت يمشي أبطأ، بالنسبة لجاذبية أقل الوقت بيمشي أسرع فيه. نرجع بقى للفيلم. نولان طبق النظرية دي بامتياز، عمل كوكب جاذبيته 130% جاذبية الأرض، لا وكمان بيلف حوالين الثقب الأسود. إن لو تفتكر في الجزء الأول قلت لك إن هو الكبير في الفضاء وهو أقوى واحد في الجاذبية، يعني الوقت على كوكب ميلر هيمشي أبطأ بالنسبة للوقت اللي على كوكب الأرض. فالساعة على كوكب ميلر بقت 7 سنين على كوكب الأرض. طب جت منين ال7 سنين؟ ما هو اينشتاين بقى عمل معادلات وحسابات انا مش عايز ادخلك فيها، لكن في الفيلم راملي هو اللي حسبها. يا لهوي. لكن ايه اللي حصل؟ احنا ما كناش مستعدين للنظرية دي يا براند، ما الكلام اللي على الورق غير لما يتطبق على الواقع. فال7 سنين اتحولوا ل23 سنة، وهي دي النسبية. نروح بقى للمكعب او التيسيراكت اللي دخله كوبر في اخر الفيلم. بص مبدئيا اخراج المشهد ده من نولان كان اعظم من اي مشهد تاني هو اخرجه. ده بنى لوكيشن من خياله، قدر يترجم نظرية التيسيراكت عشان المشهد يوضح لك ان الوقت هو بعد رابع، هو والجاذبية. مش فاهم؟ فاكر في الجزء الاول لما قلت لك سيب كائنات خماسية الابعاد دي شوية؟ نيجي بقى هنا نشرحها. احنا كائنات ثلاثية الأبعاد، نقدر نتحرك في فراغ ثلاثي الأبعاد يمين وشمال، قدام وورا وفوق وتحت، إكس واي وزد. إحنا أحرار نتحرك في الاتجاه اللي إحنا عايزينه، لكن في الفراغ ده بيحكمه حاجة واحدة بس وهو الوقت. أنت تتحرك في الفراغ، لكن وجودك في الفراغ ده محكوم بوقت. ما احنا بنتولد والساعة تبتدي تعد علينا عمرنا، وبعد كده لما نموت مش هنكون موجودين في الفراغ ده تاني. احنا أحرار لكننا أسرى الوقت. لما براند قالت لكوبر ان الكائنات دي خماسية الابعاد، كان قصدها ان الكائنات دي ما بقتش اسرى للوقت. الوقت بالنسبة لهم بعد رابع زيادة على ابعاد الثلاثة، فبالنسبة لهم الوقت كأنه وادي، لما عايزين يروحوا المستقبل يطلعوا فوق، ولما يروحوا الماضي ينزلوا تحت. خلي بالك يا ماو، كأنه مش بس كده، دول اتطوروا لدرجة انه بقوا يسخروا الجاذبية
كوسيلة تواصل زي التليفونات، فبقوا يتواصلوا خلال الوقت باستخدام الجاذبية. وده بالظبط اللي انت شفته في المشهد اللي اخرجه نولان. ده التسيراكت كله في أوضة طفلة. كوبر كان عمال يمشي لقدام ولورا ويمين وشمال وفوق وتحت. كان لازم كوبر يلاقي وقت مناسب عشان يبعت لميرف بيانات الكمية اللي اخدوها من الثقب الاسود. عايز يوصل لبنته ويتواصل معاها في فراغ ثلاثي الابعاد. ما هي دي فكرة النظرية. التسيراكت بيوريك الماضي والحاضر والمستقبل في فراغ ثلاثي الأبعاد، وتقدر تتواصل خلال الماضي والمستقبل والحاضر باستخدام الجاذبية. وده اللي كان كوبر بيحاول يعمله، إن يتواصل مع بنته وتخليها تجبره إنه يقعد معاها ما يسافرش. ده أعظم مشهد تم إخراجه بالنسبة لي في الفيلم. إحنا في المستقبل اتطورنا، بقيناش أسرى للوقت وقادرين نسخر الجاذبية في التواصل. شايفين الوقت بيمر، هو كده كده هيمر لأنه كله مكتوب، لكن قدرنا نتواصل ونبعت زي مسجات كده في الماضي أو المستقبل أو الحاضر. خلي بالك يا ماو أنا بشرح الفيلم، لكنه زي ما قلت في الجزء الأول هو فيلم خيال علمي، ولكن في نظريات أثبتت خلاص علميا، وفي نظريات مستنية إن هي تتثبت. معلومة أخيرة قبل ما أختم، نولان كان ملبس الأبطال بدل فضاء مصنوعة خصيصا للفيلم. لما كانوا بيلبسوا الخوذة كانوا بينفصلوا على العالم، مش سامعين اي حاجه، لان الخوذه محكمه الغلط. المفروض ان هي تحافظ على الاكسجين وعن فرق الضغط اللي موجود من جوه وبره. فكانوا بيتواصلوا مع بعض ويعملوا الحوار في الفيلم من خلال النظام الصوتي اللي موجود في البدل، زي بدل رواد الفضاء الحقيقيين فعلا. عرفت ليه بقول لك فيلم عظيم؟ وبكده خلص الكلام.